اهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى عن واحد من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر، على المستوى جوه الملعب كلاعب يعني، وعلى مستوى كمان الاخلاق من بره الملعب. وعنوان الفيديو زي ما انت دخلت كده بالظبط، هو شيفو اسطوره لا ينسى. وخليني ابدا معاك بقصه الاسطوره عبد الشافي. عبد الشافي مواليد 1 يوليو عام 1985، اتولد في حي المرج في مدينه القاهره. ابتدى لعب كره القدم وهو اصلا كان من ناشئين نادي الزمالك. في سنه 2003 عبد الشافي كان عنده 18 سنه، نادي الزمالك باعه لنادي انبي، وساعتها لعب مع انبي سنتين في فريق الشباب. بعد السنتين اللي لعبهم عبد الشافي في فريق الشباب في نادي انبي، خده في عام 2005 نادي غزل المحله. بعقد مدته 4 سنين قدر عبد الشافي ان هو يقدم في الاربع سنين دول مستوى جيد جدا، لغايه في 13 يونيو عام 2009 كان في وقتها اللي ماسك نادي الزمالك وهو المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، وهو كابتن حسام حسن، بيطلب بالاسم لاعب عنده 24 سنة بيلعب باك شمال في نادي غزل المحلة. ومين ده؟ هو شيفو. وخليني كده وانا بحكي لك قصة عبد الشافي اقطع لك كده في اجزاء واقول لك ايه هي مميزات عبد الشافي. والميزة الاولانية ليه واللي انا هتكلم عليها دلوقتي هي ملهاش علاقة بالملعب نهائي، هي ليها علاقة بره الملعب. عبد الشافي واحد من افضل اللعيبة اللي جت في تاريخ مصر على المستوى الاخلاقي، واعتقد ان ده يعني ان جماهير النادي الزمالك والاهلي ما بيختلفوش عليه نهائي. لعيب محترم عمرك ما تشوفه ابدا جوه الملعب بيتصرف ضد لاعب ما بيتصرف عنيف او كمان بيتعصب في الملعب، لا انت بتلاقيه هادي جدا. ايا كان النتيجه ايه، فرقته خسرانه فرقته كسبانه، هو بيلعب بكل احترام ومالوش بقى في الحاجات اللي هي بتاعت الترندات بتاعت دلوقتي دي. وكمان عمرنا ما شفنا له لقاء اعلامي بيتكلم باسلوب وحش على اي حد. ونرجع تاني ل 13 يونيو عام 2009، وبتبتدي ساعتها رحله الاسطوره عبد الشافي مع نادي الزمالك العظيم. عبد الشافي لعب في فترته الاولى مع نادي الزمالك 158 ماتش، قدر ان هو يساهم ب 24 جون سواء عن التهديف يعني او صناعه الهدف. ودلوقتي هحكي لك موقف حصل في يوم 31 اكتوبر عام 2013 يثبت لك قد ايه عبد الشافي كان وافي جدا مع نادي الزمالك. كان في تدريبات لفريق الكوره لنادي الزمالك في اليوم ده، فعبد الشافي استأذن ساعه عشان يطلع يجدد عقده وينزل يكمل التدريبات تاني. فبيطلع بيلاقي كابتن ايمن يونس دغري كده بيقول له نادي الزمالك حاليا ما فيهوش فلوس لاي مبلغ هتحطه جوه العقد. وساعتها عبد الشافي بيطلب العقود من ايمن يونس عشان يمضي على بياض. وفي لقاء قبل كده اعلامي الكابتن ايمن يونس قال ان هو اتفاجئ بموقف عبد الشافي ده جدا. وشيفو في تصريح قال في وقتها ان اللعب في مصر هو بالنسبه له اللعب لنادي الزمالك، فكان خيار ان هو يمشي من نادي الزمالك ما كانش متاح نهائي. ويجي عليه موسم 2015 ومواقف عبد الشافي مع نادي الزمالك ما بتنتهيش ابدا. مجلس الاداره بيجي يقول له في وشه كده على طول احنا معناش فلوس وعايزين نبيعك وفي عرض كويس جاي من اهلي جده. وعبد الشافي في الوقت ده ما كانش عنده اوبشن الاختيار، واختار فعلا مصلحه نادي الزمالك، وقال ان الفلوس اللي هتخش النادي دي اكيد هتفيده اكتر مني. وهنا يا جماعه شئت او ابيت احنا بنتكلم على واحد من احسن الباكات الشمال اللي جت في تاريخ مصر. عبد الشافي بصراحه من ساعه ما جه الزمالك في موسم 2009، وخلينا نبتدي من موسم 2010 لغايه دلوقتي، مفيش حد جاب ربع مستواه، سواء على المجهود البدني اللي بيبذل خلال المباراه او المباريات عامه، او كمان زي ما قلت لك على المستوى الاخلاقي. وما تتضايقش مني اللي انا عمال اقول لك كتير في الفيديو مستوى اخلاقي، لان انت لو شفت عبد الشافي هتعرف قد ايه ان هو شخصيه محترمه. زي ما وقفنا بيروح اهلي جده وبيقدر يعمل معاهم مواسم تاريخيه. وخلينا برضو نتكلم على الجيل ده في اهلي جده، ان هو بصراحه كان جيل تاريخي جدا. قدر عبد الشافي في المواسم دي ان هو يكسب معاهم كاس ودوري وسوبر. ولو جيت فكرت معايا كده سنه بسيطه هتلاقي ان عبد الشافي انت ما شفتلوش اجوان كتير، ولكن هتفتكر له كده اجوان معينه معلقه في دماغك. وعلى سبيل المثال الماتش بتاع كاس مصر الزمالك والجونه، الاوفر اللي اتلعب من حازم امام وشوطة عبد الشافي العظيمة جدا. وواحد من اعظم الماتشات اللي جت في تاريخ الكرة المصرية هو الزمالك والاهلي، ماتش ال3-3 اللي في الدوري، والجون اللي دخله في الدقيقة 79. واكيد مفيش حد ناسي الجون اللي دخله مع منتخب مصر في الجزائر الهدف الرابع. وبيرجع عبد الشافي في موسم 19-20 لنادي الزمالك بصفقة انتقال حر لغاية في مطلع الموسم اللي احنا فيه ده دلوقتي. وعبد الشافي كان مقرر ان هو هيعتزل اللعب، ولكن بتيجي ازمة الايد مع نادي الزمالك واللعيبة بتقدر ان هي
هي تقعد معاه وبتخليه يستمر الموسم ده كمان. في موقف عظيم جدا لعبد الشافي، عبد الشافي بيقرر ان هو هيلعب الموسم ده ببلاش ومش هياخد جنيه من نادي الزمالك. ولو هنتكلم على شيفو ومشواره مع منتخب مصر، في اول استدعاء رسمي جه ليه كان للمنتخب الاولمبي عام 2004، لغايه بقى احنا ما شفناه في اول استدعاء رسمي ليه واول بطوله رسميه ينضم ليها مع منتخب مصر، وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2010. وزي ما قلت لك طبعا كلنا فاكرين الجون الرابع اللي دخله في الجزائر، وربنا كرمنا ساعتها وخدنا البطولة. وأخيرا عن إنجازات عبد الشافي، فعبد الشافي فاز بالدوري المصري 3 مرات موسم 2015 و2021 و2022. أما عن كأس مصر فهو حقق اللقب 4 مرات موسم 13 و14 و20 و22. كأس السوبر المصرية قدر إن هو يحققها مرة مع نادي الزمالك، وكأس السوبر الإفريقي قدر إن هو يحققه موسم 2020. اما مع اهل جده فقدر ان هو يكسب كاس السعوديه مرتين موسم 2014 و2016، وقدر برضه ان هو يحقق الدوري عام 2016 وكاس السوبر السعودي عام 2016. واخيرا مع منتخب مصر فقدر ان هو يحقق بطوله الامم الافريقيه عام 2010، وقدر ان هو يشارك كاساسي في منتخب مصر كاس العالم عام 2018 اللي كان في روسيا. وبكده اكون خلصت حلقتي على واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر، وهو محمد عبد الشافي. اخيرا ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب. يا رب تكون الحلقه عجبتك. ما تنساش برضو تعمل لي فولو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي هتظهر لك دلوقتي. شكرا.